بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بيكم في قناة سمك في اسكندرية. معاكم عمرو أبو الوفا، والنهارده إن شاء الله هنتكلم عن أكتر سمكة مستخدمة للغش في اسكندرية، سمكة السيلفر سيئة السمعة. ويا ريت دعمكم يهمنا لايك وشير وسبسكرايب للقناة. سمكة السيلفر موطنها الأصلي القارة آسيوية، وانتشرت للعالم كله للسيطرة على الطحالب في المزارع السمكية أو للسيطرة على الطحالب عامة. طب اشمعنى؟ لأن سمكة السيلفر مش بتاكل بطريقة معروفة، يعني السمك العادي ممكن يعض، ممكن يقطم، ممكن يبلع فريسة، لكن سمكة السيلفر مش بتاكل بالطريقة دي. سمكة السيلفر بتفلتر الأكل في بقها، فأي عوالق في المية أو طحالب بتخش بقها وبتبلعها. وعشان كده استزراع سمكة السيلفر غير مكلف، لأن هي بتاكل قليل وبتكبر بسرعة جدا. طب حد يقول لي بقى، طب انت يعني هي فعلا بيستزرعوها؟ طبعا زي ما قلت لك، هي في اسيا تعتبر مصدر غذاء اساسي، وفي مصر الناس بتاكل منها الاحجام الكبيره اللي هي مثلا في حجم فرنج 3 كيلو. طب ليه الاحجام الصغيره ما حدش بياكلها؟ لان الاحجام الصغيره بتبقى الشوك فيها صغير جدا، وشوك سمكه السيلفر بالذات مميز قوي، لان مش كل الشوك عندها له راس واحده، في شوك براسين زي اللي في الصوره ده كده. غير كده ان لحمها بيكون مليان شوك جدا، فالصغيره بتبقى الشوك فيها صغير وكتير صعب انك انت تطلعه. في مشكله تانية في سمكه السيلفر، ان هي لحمها مش بيقبل التوابل. يعني انت مثلا هتحط لها ملح هيختفي، هتحط لها فلفل هيختفي، هتحط لها كمون هيختفي. يعتبر عشان تبدا تاخد طعم ممكن تكون بتضطر تحط لها دبل المقدار اللي انت بتحطه كل مره. عشان استزراعها غير مكلف ومعلهاش طلب في السوق، فتلاقيها رخيصه جدا. يعني السمكه مثلا اللي بقول لك عليها اللي هي تبقى وزنها 3 كيلو هتلاقيها رخيصه جدا، اما سمكه زي اللي موجوده معايا في الصور دي فيعتبر ملهاش قيمه خالص. بعض البني ادمين بيستخدم السمكه دي في الغش. بتبقى انت ماشي في امان الله، تلاقي مره واحده واحد ظهر لك بقفتين، معاه قفتين شايلهم في ايده، وفيهم نوع غريب من السمك، وهو لابس طاقيه مدوره، وبيحاول يقنعك ان هو صياد وان هو جايب سمك عالي قوي من فصيل. ممكن مثلا يقول لك ده قاروص، او يقول لك مثلا ده لوت. طبعا لو ركزت لحظه واحده هتعرف ان هي ولا قاروص ولا لوت. بس هي الفكره فين بقى؟ الفكره ان هو بيلعب عليك العاب يشتت تركيزك ويشتت انتباهك، فانت ما تعرفش انك انت تركز معاه. اول لعبه بيلعبها معاك يحاول يبين لك ان ده سمك طازه قوي، يقعد يوريك عينيه ويوريك خياشيمه، ويقعد بيحاول يقنعك ان ده فعلا سمك طازه جدا. كمان مؤخرا بقى في بعض النصابين يعني شغالين في القصه دي، بيحركوا السمك بايديهم بطريقه معينه بحيث ان هو يبان ان هو صاحي، وهو مش صاحي ولا حاجه. لو انت مسكت السمكه من ايديهم هتلاقيها ميته. في اكتر من فيديو على الفيسبوك بيوضح الخدعه دي. اللعبه تاني بيلعبها عليك دلوقتي النصاب، مش هيقدر غير على واحد طماع، فهو لازم يطمعك، فيقعد بقى يقنعك ان السمكه دي في السوق ب 100 جنيه او ب 120 جنيه، وان انا ببيعها بجمله عشان انا دلوقتي عايز بس اجيب حاجات وارجع المركب، اصل انا عايز افول المركب، خلي بالك انا مش ببيع بالسعر ده خالص، بس انا دلوقتي عشان في ناس مستنيني في المركب وهشتري حاجات ليهم وراجعين تاني البحر ومش عارف ايه، بنبيعه في وقت زنقه ومش عارف. يحاول يقنعك ان ان خلي بالك السعر ده مش سعر السمك خالص، بس هي الفكره ان هو في ظرف بيخليه مضطر يبيع بالسعر ده. ثالث لعبه بيحاول يلعبها عليك بقى، ان هو يحاول يستعطفك بقى، يقول لك بقى ده انت وشك سمح، ده انا عايز استفتح على ايدك، ده انا بص ده الرجاله مستنيني في المركب، ولو رجعت من غير الحاجات اللي عايزينها مني هيبقى شكلي وحش. طب انا هتصرف ازاي دلوقتي؟ طب انا بص يا عم انت وشك سمح، خدهم بالسعر اللي انت عايزه وانا مش هتكلم معاك. طبعا انت عمرك ما هتقع في اي لعبه من دول لو ركزت لحظه. في اللحظه دي عايزك تبص على الزعنفه الظهريه. الزعنفه الظهريه بتاع سمكه السيلفر هتلاقيها واحده بس وصغيره عامله زي شنب هتلر. اما الانواع الثانيه اللي هي القاروص واللوت بيكون عنده زعنفتين ظهريتين على الظهر كبار. طب لو ما ركزتش ووقعت في اللعبه دي عادي، انا برضو مره وقعت فيها ايام ما كان عمري في السمك يومين، فعادي يعني مش حوار. في معلومتين غريبين جدا بالنسبه لسمكه السيلفر. المعلومه الاولانيه ان هي من ضمن الانواع اللي بدات تخش في خطر انها تواجه الانقراض. طب اشمعنى؟ يعني المفروض سمكه زي دي سمكه ميه عذبه اساسا وبتتكاثر بسهوله، طب ليه ممكن ان هي قربت من خطر الانقراض شويه؟ لان هي بتتاثر جدا بجريان الميه، فتكاثرها في الطبيعه بيتاثر بجريان الميه. فطبعا لو في سد اتبنى او اي حاجه منعت جريان الميه بالشكل الطبيعي اللي هي متعوده عنه مش بتعرف تتكاثر. كمان بتتاثر جدا بنسبه الاكسجين في الميه. المعلومه الغريبه الثانيه، في امريكا الشماليه بالذات سمكه السيلفر اظهرت سلوك غريب جدا، ان هي بتنط في الهواء مسافات طويله جدا ممكن توصل ل 3 متر، وده عمل لهم مشاكل كبيره، لان هناك بيستخدموا هم القوارب السريعه والجيت سكي وكده عشان يمشوا على الميه. فتخيل واحد منهم بيبقى ماشي في امان الله يلاقي مره واحده سمكه سيلفر في وشه تروح جايه مع وراه. اكد تاني على معلومه ان سمكه السيلفر الصغير منها مش هينفع يتاكل، لان فيه شوك كتير جدا ومنتشر في اللحم وصعب انك انت تطلعه. اما الكبير منها اللي هو مثلا في وزن 3 كيلو مثلا ممكن يتاكل، لانك هتشيل منه الشوك
لكن هتبقى لك مشكله ان هي ايه، بتبلع التوابل. ما تنساش تبص على المصادر تحت الفيديو وتشترك في القناه اللي يبارك لك، وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.